السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يومكم جميل بإذن الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. خواتاتي الغاليات متابعاتي الوفيات، كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة المطلع هذه. إذا ما جربتيش المطلع بالطريقة هذه ما تقوليش كامل جربت المطلع. يعني الخبزة تاع المطلع تطبق على 4 وتعاود تولي خبزة. تاع المخفيف ريشة قطني، ما يجي يابس، ما يجي مكتل، ما يجي ويقعد الغدوة من ذاك، يقعد يومين، يقعد كيما راهو. صدقوني بالله غير من أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. وإذا كنت أول مرة تشاهدي قناتي ما زلت صغيرة، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلك كامل فيديوهات بإذن الله. إن شاء الله تجربي الوصفة هذه تاع المطلوع، وتزيدي تجربي بزاف وصفات من أنا مطبخي كريمة. وعلى بالي باللي راح نكون عند حسن ظنكم ونروحوا مباشرة لوصفة المطلوع تاعنا لنهار اليوم. هنايا في البيتخا واش راح ندير كيلة ونص تاع سميد. دائما نقولكم على بالي بالله حفظتوني وحفظتوها درتي، وباللي دائما نعود نفس النقطة. استعملوا في المطلوع، مطلوع ما فيه حتى اسرار. استعملوا السميد يكون نوعية مليحة. اذا كنتوا حديروا بالفارينة كيما اليوم استعملوا كذلك نوعية مليحة، وراح تتحصلوا على مطلوع يعني ما شاء الله. فقط تبعوا الخطوات تاع المطلوع، يعني المطلوع ما فيه حتى اضافات وما فيه حتى اسرار. فقط تبعوا الخطوات تاع الخمور وتاع السميد والفارينة. هذا مكان هنا كيما راكم تشوفوا انا درت في البول هذاك تاع الشوربه صغير. راح ندير 3 يعني خبيزات تاع المطلوع. درت كيلو ونص تاع سميد، كيلو ونص تاع الفارينة. شو راح ندير عليها؟ راح ندير عليها ملعقه ممسوحه ونصف ملعقه تاع خميره، يعني خميره الخبز اكيد. راح ندير عليها ملعقه تاع سكر. السكر هنايا ضروري في الخميره تاعنا ولا في المطلع تاعنا باش يتفاعل مع هذيك الخميره ويعطيني هذاك الاحمرار للخميره تاعنا. وفي نفس الوقت المطلع يعني راح يخمر معاكم بسرعه، يعني راح تتفاعل الخميره هذيك مع السكر وراح يخمر بسرعه. هنايا كذلك اضافه شويه تاع السانوج، تحبوا ديروها تحبوا تستغنوا عليها، ولكن انا يعطيني مذاق بزاف هايل المطلع تاعي. هنايا كما راكم تشوفوا انا يا مالفه للامانه عيني يا ميزاني نلم المطلع تاعي ولا المطلع تاعي بالماء ديريكت وخلاص، من ما نكيل ما والو. ولكن اليوم بما انه راح ندير الفيديو واكيد كاين مبتدئات رايحين يشوفوا الفيديو ويحبوا يتبعوا من الاول للاخير وبالتفاصيل وبالمقادير المضبوطه. هنايا درت كيلة الاولى، يعني يكون ماء دافي، ماشي دافي رايح البارد، ولكن دافي رايح للسخون، يعني هكذا باش السميد تاعنا يطرى معنا ويتشرب هذاك الماء سخون. هنا كما راكم تشوفوا يعني راني في الطاس هذاك تاع البيتخا، لاني راح نعجن العجينه تاعنا تاع المطلع تاعنا لنهار اليوم في البيتخا. يعني على بها درت راني نلم في العجينه هذيك، يعني مبدئيا لموها غير بيديكم فقط. قلت لكم المطلوع ما فيه حتى اسرار، يعني تبعوا الخطوات فقط، ديروا كيما راني ندير. اذا ما تحصلتوش على مطلوع كيما تاعي ارواحي خلي لي كومنتير قولي لي باللي المطلع تاعك ما نجح ليش. كيما قلت لكم درت الكيله الاولى، الكيله الثانيه راني ندير فيها بشويه. هنايا العجينه شمخوها شويه طريه، يعني ماشي جاريه بزاف. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، يعني شمخوها شويه طريه وخلوها يعني هنايا شوف راني نوريلكم، يعني راني نوريكم بالتفصيل. قلت لكم اذا ما نجحلكش المطلع روحي قولي لي بلي ما نجحليش. راني نوريكم بالتفصيل. واش قاعد لي من هذيك الكيله الثانيه تاع الماء؟ قاعد لي نص كيله. هنا بعد ما خمرت غطوها بطرشونه ولا غطوها كيما درت انايا غير بالغطيوه تاع الطنجره هذيك، وخلوها حتى يضاعف الحجم تاعها. هذه اول مرحله، خلوها حتى يضاعف الحجم تاعها. راح تعجني المطلوع تاعك في البيتخا كيما درت انايا اليوم. مباشرة بعد ما يخمر حطيه في البيتخا خليه يندلك. حبيتي بيدك كذلك نفس الخطوات، وشنو بيدك فقط، يعني هاكي تدلكي فيه بيدك وتضيفي في الماء بالملعقة فقط. هنا كيما شتوني كنت نضيف في الماء غير بالملعقة فقط، لانه قلت لكم العجينة من الاول كنت درتها شوية طرية ما درتهاش بليبس. هنا يعني ضفت كذلك الملح، ما تنساوش يعني الملح خلوه دائما في المطلع، خليه هو الاخير يعني في الاخر كامل. وضيفوا الملح تاعكم. هنا راني نضيف غير في الماء، يعني ما زلت راني نضيف لها في الماء. يعني هذيك 4 كيلة اللي قعدت تاع الماء هذيك ما ديتهاش كامل، ديت منها يا ربي حوالي هذوك 5 معالق 5 ملاعق ولا 6 ملاعق تاع الماء فقط. هنا حتى نتحصل على العجينه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. يعني العجينه تاع المطلوع تجي بزاف خفيفه. كل ما جات العجينه تاع المطلوع خفيفه كل ما راح يجيكم المطلوع تاعكم خفيف، سواء دلكتوه بيديكم ولا دلكتوه بالبيتخا. هنايا بعد ما ندلك بالبيتخا حوالي 5 دقائق. قلت لكم بعد ما تخلوه يعني يخمر في المرحله الاولى هذيك راح يكون السميد تشرب، وراح تكون كذلك الفارينه تشربت، سورتو اذا كانوا نوعيه جيده تاع السميد والفارينه.
يعني غير تدلكوهم بالبيطخه ولا غير بيديكم، وتبداو تضيفوا في الماء، تدلكوهم ثم راح يندلكوا معاكم. بعدها قلت لك بعد ما دلكتهم ضفت له 2 ملاعق تاع الزيت ودخلتهم في العجينه هذيك وخليته يخمر للمره ثانيه. هنايا تبعوا الخطوات فقط، هنايا كما راكم تشوفوا. كذلك الخطوه هذه مهمه جدا، ما تكسريش الخمور تاع الخبز خمير تاعك ولا تاع المطلوع تاعك. اذا كسرتي له الخمور انسي باش يطلع لك المطلوع تاعك، مهما حاولتي ومهما درتي معاه راح يجيك المطلوع تاعك ما يجيكش مفشفش وما يجيكش خفيف. هنا ما تكسريش الخمور تاعو، مباشره قسميه وديريه كويرات هنا كما راكي تشوفي. كما قلت لكم انايا تحصلت على 3 خبزات، خليتهم ريحوا واحد لزوج دقائق فقط باش نقدر نقرصهم باش تحلوا معايا بكل سهوله في هذوك الخمارات. يعني رشيتهم ما كثرتش فارينه، رشيتهم شويه تاع فارينه، مسحتهم وفضتهم كامل من هذيك الفارينه وقرصت هنايا المطلوعات هذوك. هنا في المرحله هذه الطاجين راهو يسخن، لانه في المرحله هذه اذا خليتي كذلك خطوه مهمه جدا، اذا خليتي المطلوع تاعك في المرحله هذه خمر بزاف فوق الحق تاعو، اول ما تحطيه في الطاجين راح يتفش معاك المطلوع هذاك. يعني الخمور ديجا كامل راح خرج له، هو يخمر في هذه المرحله. هنايا دائما خلي المطلوع تاعك يخمر حوالي 70 الى 60% فقط، الباقي هذاك راح يقول لي يخمر في الطاجين. هنايا نحطه مباشره كما قلت لكم. الطاجين تاعكم سخنوهم مليح، يعني دائما الطاجين تاع المطلوع يكون على نار قويه ولا يكون طاجين ساخن جدا، يعني حوالي ربع ساعه ولا 20 دقيقه هو يسخن باش هكذا المطلوع تاعكم تطيب لكم حميمره على كامل الجوانب. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نقلب المطلعه اول مره ثقبوها يعني 2 ثقبات ل 3 وبقاو حركوا فيها، يعني تحريك مستمر في الطاجين كما راكي تشوفي هكذا باش تاخذ لك هذاك اللون الموحد. كما راكم تشوفوا مانيش نطيب كامل على الطابونه هكذاك يعني، واللون موحد. وشنو كي طيبوا على الكويزينيير صغروا شويه الخبيزات، يعني ما ديروهمش خبيزات كبار بزاف باش هكذا الحراره هذيك اللي في الطاجين تاع الكويزينيير تتوزع، يعني ماشي كما نعرفوا كما طابون. وطيبي وتبدا تحركي فيه. هنايا اضافه انا من عندي، انا نحب ندهن المطلوع بالزيت. شوفوا لاحظوا لي اللون تاعو كيفاش كان وبعد ما تدهن كيفاش ولا، يعني صدقوني اذا كي تدهنوه بالزيت ولا تحبوا بالزبده ولا كيما حبيتوا فقط دهنوا له الوجه تاعو هذاك جيدا. شوفوا الشكل تاعو كيفاش تبدل للاحسن يعني، وراه يبري ما شاء الله. قلت لكم وصفه هذه تاع المطلوع اذا ما جربتوهاش راكم راضين بزاف. كيما قلت لكم في اول فيديو قناتي راهي جديده وتطلع بكم وانتوما الاساس، انا غير راني نمد لكم في الوصفات. كون ما انتوما ما نطلع انايا وما تطلع قناتي وما تشوفوني، ولكن اكيد راكم مستفيدين مني ولا من اي قناه راهي تمد في وصفات بمصداقيه وتمد لكم فيهم بكل امانه، اكيد يستاهلوا المشاهده واكيد يستاهلوا دعمكم. هنا شوفوا المطلوعه كيما قلت لكم تطبق على 4 ما شاء الله، يعني من اروع الوصفات تاع المطلوع. واكيد راح نجرب معاكم بزاف من شحال من وصفه للمطلوع. اليوم درنا تاع سميد وفارينه، راح نديرو تاع سميد وحده، راح نديرو اي نوعيه تاع مطلوع ولا ساهل صعيب اللي حبيتو. كما راكم تشوفوا هنايا وجاب بزاف هايل كما قلت لكم يجي مفشفش وقطني واكثر من رائع. ان شاء الله تجربوا الوصفه بالصحه والهنا. اذا جربتوها خلوا لي تطبيقاتكم، كما كاين بعض المشتركات الوفيات اللي قالوا لي مطلوعك ما نقدرش نستغناو عليه ووصفتك من انجح الوصفات اللي جربناهم. وهذا هو الفيديو تاعي معكم لنهار اليوم، هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. جربوها بالصحه والهنا، دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.